السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم نريمان من قناة ارت هوم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنبدأ مع بعض الفيديو. فيديو النهارده لو عندك اي مفرش مقطوع اوعي ترميه، هنشتغل بيه وهنعمل بيه ديكور شكله جميل جدا ومش هيكلفنا كتير. هنبدا مع بعض. اول حاجه طبعا انا عندي المفرش الحرف بتاعه اتقطع زي ما احنا شايفين كده، فانا هستخدم الحرف دون. هحتاج معايا اي ازازه عندي، انا دي عندي ازازه شامبو، شلت الورق اللي عليها بقت بالشكل ده وهبدا هشتغل بيها. محتاجه مناديل ورق. اول حاجه هعملها ان انا هقص اللي هو الجزء اللي فوق اللي عندي ده، بحيث ان انا يبقى الازازه شكلها كويس وتبقى زي الفازه. هبدا اسويه على قد ما اقدر بالشكل ده كده. بقيت عندي الازازه بالشكل دون. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبدا اجيب المناديل وهجيب غيره ابيض مخفف. هبدا هحط المناديل اللي عندي دي. طبعا الخطوه دي انا بعملها ليه؟ الخطوه دي بعملها علشان البلاستيك بتاع الازايز دوت ما بيلزقش عليه حاجه بسهوله، فالخطوه بتاعت المناديل دي بتخليني اي حاجه هعملها عليه من بره بتلزق بسهوله معايا وبتبقى في الشغل احسن كتير. ويا ريت لو انتوا اول مره تشوفوا القناه يا ريت لو تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناه. وما تنسوش اللايك والشير، علشان اللايك والشير بتعلم الفيديو وبتعلم القناه، فطبعا القناه قناتكم عشان تكبر بيكم وليكم. انا هنا كده بالشكل ده هكملها بقى كلها وهسيبها تنشف خالص ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. هنا كده بعد ما الازازه اللي عندي نشفت، بعد ما غلفتها بالمناديل ونشفت، هجيب دلوقتي اللي هو المفرش البلاستيك اللي عندي وهبدأ هقص الزيادات اللي هي هنا دي علشان تبقى مظبوطة والمنظر عندي يبقى كويس بالشكل ده. اسويها كده، سويت جزء كبير زي ما احنا شايفين. هجيب عندي الغيرة، بس المرة دي مش هجيبه مخفف، المرة دي هجيبه بيبقى سميك بسمكه كده. تمام. وهبدأ احط على المفرش اللي عندي، هحط عليه الغيرة من ورا كده، وهاجي هنا هجيب بقى الاجزاء اللي انا حطيت عليها الغيره وهبدا الفها على الازازه. طبعا احنا لو عندنا اي منظر، مش لازم المنظر اللي انا بعمله، اي حاجه عندنا هتنفع بالشكل ده كده اهي والزقها. هبدا بقى الف معاها زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هسيبها بقى تنشف وبعد كده نشوف هنكمل هنعمل ايه. كده بقى عندي ازازه الشامبو بالشكل ده كده. الوقت اللي انا هعمله، انا هجيب ده جلد انبوبه ناشف قديم ومش حلو، طبعا مش نافع عندي، فانا هبدا هشتغل بيه. ودي خامه برضو جديده اول مره حد يشتغل بيها. هجيب عندي جلد الانبوبه دون وهبدا هنا هاخد من الغيره، هحط على الجلد الانبوبه ده من ورا غيره مش مخفف، هحط عليه من ورا كده وهبدا الزقه بالشكل ده كده. هعمل بقى الفسطونات كلها اللي عندي بنفس الطريقة، وهعمله مع الفسطونات اللي عندي دي دايرين داير كده. دلوقتي الحاجة بعد ما نشفت بقت بالشكل ده عندي كده. تمام. الخطوة اللي انا هعملها ان انا هبدأ هدهن ايه؟ انا هدهن بالاسود وهنبدأ نعتق بالالوان اللي احنا حابينها. انا دلوقتي عملت اللون، خدت الاوكي وحطيت عليه الاسود وعملت اللون الاسود بتاعي اللي انا هدهن بيه. عندي هنا كده اللون الاسود بتاعي، طبعا هو انا قلبته كويس جدا بالشكل ده، وهبدأ بقى ادهن الحاجة اللي عندي كلها باللون الاسود. هملى كل الفراغات وهملى كل حاجة عندي بحيث ان انا ما اسيبش اي حاجة فيها لون يبان لون تاني غير اللون الاسود. طبعا ممكن نعملها بابيض ونعتق باي لون تاني، ممكن نعمل اي لون حابينه ونعملها نعتق بالوان فاتحه الوان غامقه اللي احنا دي حاجه اختياريه. الالوان دي اختياريه خالص. هعملها بقى كلها زي ما احنا شايفين، هدهنها واسيبها تنشف ونرجع نعمل اخر خطوه اللي هي خطوه التعتيق ونشوف هنعمل فيها ايه بالظبط. هنا كده عندي بعد ما الفازه اللي عندي نشفت بقت بالشكل دون. طبعا المنظر باين اهو، شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. الخطوه اللي عندي دلوقتي ان انا هبدا اعمل التعتيق اللي عندي. طبعا بعتق بقى بالالوان اللي انا حباها. في دي ذهبي، انا عندي هنا ذهبي مائي. الذهبي المائي بيجي من عند بتاع الحداد والبويات.
ممكن هنا عندي الدرجة دي درجة نحاسي، درجتها جميلة جدا، ممكن برضو نشتغل بيها. اللي هعمله ان انا هجيب سفنجة، هاخد من الذهبي. طبعا انا عايزة هعمل تعتيق، فلازم الحاجة تكون خفيفة عندي، وهبدأ هعمل التعتيق ان انا امشي على الحاجة دي. انا هجرب هنا الاول علشان لو في زيادة انا مش عايزة. بصوا الزيادة عندي بتملى بالشكل ده. انا هبدأ بقى ايه كده بقت كويسة. ممكن كمان نعمل بايدينا لو احنا مش حابين نعمل بسفنجة او ما عندناش سفنجة، برضو التأثير بتاع الايد بيدي تأثير حلو قوي بالشكل ده كده. وببدأ اعمل الحاجة اللي عندي بالشكل ده. انا هنا عجبني التأثير بتاع النحاسي مع الذهبي، فانا هستخدمه بالشكل ده كده، برضو خفيف خالص. هبدأ بس هاخد الفستونة اللي في النص دي هنا كده، مش عايزة نحاسي كتير. هنا كده بقى الحاجة بقت عندي بالشكل ده. عملت جزء فيه نحاسي خفيف كده، ده التعتيق ده زي ما احنا شايفين كده. الخطوة اللي عندي دلوقتي ان انا ممكن كده خلاص، بس انا بحب احط لون النص بيدي منظر. هجيب غيرة ابيض، هاجي هنا كده وهحط في الاماكن اللي انا هحط فيها نقط كده، وهبدأ ارص اللون النص بتاعي. ممكن نلزقه بالشمع، ممكن نلزقه بالاوهو، اي لزق عندنا هيمشي. الغيره بينشف وما بيبانش خالص، اللي هو اللون بتاعه ما بيبانش. بعد ما نخلص ممكن نديها طبقه ورنيش مائي او غيره ابيض، بحيث ان هي تبقى عندي اما تيجي تتنضف او تتلمع تبقى بسهوله وما تبهدلش الدنيا. زي ما احنا شايفين كده، من بين كل حلقه هحط واحده لولي نص بالشكل ده. هنا كده عندي الفازة بقت بالشكل دون. طبعا فازة شكلها شيك جدا، منظرها حلو قوي. بصوا من كل جناب اهي شكلها في منتهى الشياكة. كمان اللون النص اداها منظر نطقها زي ما بيقولوا. محدش طبعا يتخيل ان دي ازازة شامبو جلد انبوبة قديم، وكمان مفرش مقطوع. طبعا شكلها تحفة روعة جدا، وبخامات بسيطة خالص عملنا حاجة تحفة. والحاجات دي بتبقى اسعارها غالية جدا، في فكرة خفيفة ولذيذة. عملنا حاجة في منتهى الشياكة من غير اي صعوبات فيها. يا رب تكون الفكرة عجبتكم والتنفيذ عجبكم، ويا ريت اسمع تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني وبتخليني استمر. واسفة لان انا انقطعت الفترة اللي فاتت، كان في عندي ظروف وكنتش قادرة ان انا اصور. وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ويا رب دايما يكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. مين ده معك جميلة؟ انت اللي جميل يا قلبي.